يا شباب، انا مين؟ انا زياد. بتلاقي نفسك بتعمل مشكله كبيره جدا جدا جدا، وانك بتشتغل تكتب كود كويس، تكتب كود نظيف، ومش عارف تجيب اول فلوس ليك او اول عميل ليك يدفع لك فلوس. فبتعمل ايه؟ بتلاقي نفسك بتخش على مواقع زي مستقل، اب وورك والكلام ده كله، وتبعت للشغل الفريلانس اللي موجود فيها ومحدش بيرد عليك. طب فين المشكله وايه اللي بيحصل وايه سبب المشكله؟ تعالى واحنا في طريقنا كده نروح نشرب كوبايه قهوه في كافيه ونخلص شويه شغل ورانا. تعالى افصص لك المشكله، لان المشكله مش في الكود بتاعك ولا في كورساتك، لانك فاحت نفسك مذاكره وفاحت نفسك كورسات وعندك اساس متين. بس انت بتلعب اللعبه من زاويه مختلفه وبتعمل موضوع بشكل مختلف. فتعالى نشرب كوبايه القهوه بتاعتنا وغير لك المايند سيت بتاعتك من الفلوس اللي بتجيبها في البرمجه. قعدنا ركز معايا بقى. اول خطوه واهم خطوه عشان تقدر تجيب اول عميل ليك، وهي انك تغير المايند سيت بتاعك. انت كمبرمج، خلينا بس نمسك المايك ده. انت كمبرمج بتشتغل مع العميل كانك صنايعي كود. يعني ايه؟ يعني بتيجي تقول له يا استاذي انا شغال لك السايت بتاعك، هعمل لك نيكست جي اس مثلا، ده فريم ورك مبني على رياكت، ولو هشتغل باك اند هشتغل لارافيل، وعشان نقلل تكلفه شويه فهشتغل في كباك اند او كقاعده بيانات سوبر بيز. فهل ده صح؟ يعني هل ده صح اللي انت بتعمله؟ العميل بقى ما بيفهمش الكلام ده كله. يعني انا كعميل ما بفهمش الكلام ده كله. انا كل اللي انا عايزه حل. كل اللي انا عايزه او كراجل بتاع بيزنس، كل اللي انا عايزه انا عايز حل يحل لي مشكله، فبالتالي يوفر لي معايا فلوس الموظفين او وقت الموظف، وكمان عشان يقدر يزود المبيعات بتاعته. فالشركات دي اصلا مش بيفرق معاهم انت كاتب الكود بايه ولا هتكتبه بايه ولا هتعمل الكود ده بايه. اهم حاجه الكود يحل له المشكله اللي هو داخل يحلها او اللي هو عايز يحلها اصلا، يعني عشان تكون فاهم النقطه دي. فدي النقطه بتاعت المايند سيت اللي انا بكلمك فيها، اللي انت محتاج تغيرها. محتاج تغير النقطه دي. خلينا بقى على المايك ده. محتاج تغير النقطة دي عشان تقدر تشتغل صح مع نفسك او تشتغل مع العميل صح. احتكاكي بقى في سوق زي السوق الخليجي، السوق الاماراتي، وكمان عندي شلبي ال ام اس كاول ساس بلاتفورم في الوطن العربي تقدر من خلاله تكريت الاديوكيشن بلاتفورم بتاعتك. فحابب اقول لك نقطة مهمة جدا ونقطة حلوة جدا وتركز فيها. انا كصاحب كود او الناس دي بتهمها الفاليو اللي هو هياخدها. يعني ايه الفاليو اللي هو هياخدها؟ يعني هيكسب ايه منك لما تطلع له الكود ده. ومش بس كده، السيستم ده هيوفر عليه قد ايه في الشهر، كام فلوس في الشهر. ومش بس كده كمان، السيستم ده هيشتغل وهيستحمل داتا الشغل بتاعته ولا اصلا مش هيستحملها. فنقطة المايند سيت بتاعتك، فانا عايزك تتكلم مع العميل بلغة البيزنس مش بلغة البرمجة. وصلت لك الفكرة؟ تاني مشكلة بقى واللي بالنسبة لي بتسبب عائق كبير كبير جدا كمان، ان هو خلينا ناخد دي نلعب فيها شوية. ان هي مشكلتك بتبقى مع العميل او بتبقى مع الشخص اللي انت شغال معاه او اللي بتشتغل معاه. بشوف شباب كتير في البورتفوليو بتاعهم اصلا لما يجي يعمل البورتفوليو بتاعه كسايت او كحاجة، بيحط مثلا فيه آلة حاسبة، تو دو ليست، والكلام ده كله. فهل الكلام ده اصلا يا صح؟ هو العميل عايز يشوف داشبورد، عايز يشوف حاجه احترافيه. فبالتالي يثق فيك ان على الاقل عامل داشبورد بداتا وهميه. مش لازم مثلا تشتغل سوبر بيس او كده، ممكن تعمل ملفات جيسون بحيث ان العميل ده يقدر يثق فيك، بحيث انه شاف انظمه فعليه حتى لو مش شغاله بشكل كامل، بس شاف انت تقدر تقدم له ايه. ما تعملش لاندنج بيج صفحه واحده في البورتفوليو بتاعك، ما تعملش اي حاجه صفحه واحده. حاول تعمل شغل كبير على قد ما تقدر، وزي ما قلت لك بحاجه بنسميها ضامي داتا او داتا وهميه، عادي مفيش مشاكل، عشان العميل يقدر يتاكد او يقدر يشوف انك بالفعل بتشتغل شغل محترم او بتطلع شغل محترم. فدي حاجه مهمه عايزك تركز. مش منطقي تكون عامل آلة حاسبه وتودو ليست ومستني العميل يدفع لك فلوس او يدفع لك دولارات زي ما بيقولوا البرمجه كسب دولارات. فده مش منطقي وده ما بيحصلش اصلا. لازم يكون شايف حاجه اتعملت قبل كده عشان يقدر يطلع لك شغل محترم او يديك الفلوس اللي انت مستنيها بمبلغ محترم. عايزين القهوه بقى. اه. عايزين القهوه. بص، محتاجين قهوة والله. القرعة دي مش متفرغ على فكرة. على فكره هحطها شايف. في الفيديو على اليوتيوب. اه والله والله شاهين. هحطها اخويا والله شاهين. الشقيان. شاهين والله. شايفين الفرق بين الويتر والمبرمج؟ خليك مبرمج يا جدع. ايوه صح. خليك مبرمج ومعكش فلوس ومجنون عادي، دي حقيقه. يا اما خليك كابتن ومعكش فلوس ومجنون فكل برضه الحالات يعني، هتبقى فانت معكش كده فلوس. معكش فلوس وكده مجنون. طب يا عم زياد، انا بقى اجيب العميل ده منين اصلا؟
سيبك بقى من مواقع الفريلانس ومواقع العمل الحر شبه اب وورك ومستقل والناس دي كلها في الاول، لانك انت هتدخل في منافسه عنيفه وناس شغاله بقالها سنين. طب انا هجيب ده منين؟ انا هجيبه بكل اختصار، او اقدر اوصل للناس دي بكل اختصار. ممكن تخش مثلا على الناس اللي عندهم لوكال براندز مثلا على الانستجرام، وتقول لهم انا شفت انه عندكم مشكله في الكيس ستادي بتاعتكم مثلا، انك مش قادر تجمع داتا ناس فعليين او الكلام ده كله، وشوف انت تقدر تقدم له ايه وخش اعرضه عليه. وما تعرضوش انا هعمل لك سيستم بيعمل 1 2 3، قول له لا انا هعمل لك السيستم بيعمل 1 2 3 ده، وهيوفر عليك او هيدخل لك دخل او بطريقه بيزنس، لان هو عايز يفهمه بيزنس، مش عايز يفهمه حاجه غير بيزنس. فهمت الفكره؟ فدي نقطه مهمه جدا 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 جدا، لازم تبقى واخد بالك منها. انك ما تروحش لمواقع العمل الحر، ما تروحش مواقع العمل الحر. استحاله دلوقتي انك لسه بتبدا ومعكش بورتفوليو قوي جدا تلاقي فيها عميل. فانت هتروح للانستجرام او حتى لينكد ان او تبدا تعرض شغلك. وبلاش برضو تعمل زي الناس اللي بتعمل تخش على جروبات الفيسبوك وتعرض، لا فكك من الكلام ده كله. اللي بقوله لك هو صح، وهو اللي هيجيب لك عملاء فعلا. وانت اعرضه انك كده بتستثمر في شغلك او بتستثمر في البيزنس بتاعك، مش بتخسر حاجه. ودي نقطه مهمه جدا. وانا كده اكون اديتك الطريقه اللي هتوصل بيها لاول عميل، واول عميل هيجيب لك تاني عميل وتالت عميل ورابع عميل. وما تنساش ان اصلا الورد اوف ماوس او الكلمه اللي بتطلع من البق بتجيب لك عملاء اكتر من شطارتك، اكتر من شغلك القوي، اكتر من البورتفوليو بتاعك القوي. كده يا صديقي اكون خلصت معاك واديتك كل الحاجات اللي انت محتاج تعرفها، واديتك اول طريق اللي هتمشي عليه. فانا محتاجك تركز وتستثمر في نفسك. ولو عايز تستثمر في نفسك صح، فانا عندي كورس نيكس جي اس بشرح لك فيه كل حاجه عن نيكس جي اس من الصفر للاحتراف. فتقدر تشوف الكورس من اللينك اللي هسيبه لك تحت. وغير الكورس كمان تقدر تبعت لي اي حاجه في اي وقت اقدر اساعدك فيها على رقم الواتساب اللي هيظهر قدامك دلوقتي. بلاش بقى تعمل سبسكرايب وتشترك في القناه، وهو الاشتراك والسبسكرايب بس. اعمل اللي انت عايز تعمله يعني على حسب نقطه اليوتيوب عندك، واعمل لايك وفعل زر الجرس. ولو الفيديو ده عجبك بحاجه ما تنساش بقى تشير مع صحابك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.